أصحابي الحلوين وبسكة قلبي الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل حكاية الثوب الأزرق ونشوف هيسيب صاحبته ويرجع المحل تاني ولا هيفضل مكمل معاها. انتوا عارفين الأول مين مؤلف القصة؟ زي ما أنا قلتلكوا في الحلقتين اللي فاتوا، دكتور إيناس فوزي مكاوي. والنهاردة حلقتنا اسمها الكاذبة. كاذبة؟ يا ترى عملت ايه؟ وكذبت على مين؟ يلا بينا نشوف. القصة بتقول: كان من عادة سما أن تأخذ بعض أشياء أمها دون أن تستأذنها. عجبك كده يا أرنوبي؟ شايفين هو زعلان إزاي؟ فمثلا تأخذ نقودا أو ساعة، وإذا ما غضبت الأم تنكر سما أنها فعلت شيئا. أيضا تنكر؟ يا إلهي! كانت سما تسير مع أمها في الشارع ولمحت الثوب الأزرق معروضا في واجهة المحل التجاري، وأعجبت سما به كثيرا، وألحت على والدتها أن تشتريه لها. قال البائع في أمانة: إن لهذا الثوب قصة، وقصة عجيبة جدا، فإذا بعته ولم يرض عن من بعته إليه عاد إلي ونظف نفسه بأسلوب سحري ودخل في واجهة المحل من جديد، وفي هذه الحال أعيد المال لصاحبته. أوه يا إلهي، كم هذا مثير حقا! ارتدت سما الثوب وكان رائع الجمال عليها، وأعجبت سما كثيرا به، أحبته جدا حتى أنها لم ترضى أن تخلعه. إنها يمكن أن تضع فيه الأشياء، لقد رأت فيه جيوب أيضا، وإنها يمكن أن تخبئ الأشياء من أمها، هكذا فكرت. ما رأيك يا أرنوبي؟ هل هذا تصرف صحيح؟ أخذت سما الإسورة الذهبية الخاصة بأمها ووضعتها في جيب ثوبها الأزرق. يا الله! ثم وجدت سما قلم أخيها نادر، كان شكله مميز وشد انتباهها جدا، فأخذته أيضا ووضعته في جيب ثوبها الأزرق. صاحت الأم: أين الأسورة الذهبية؟ أين أسورتي الذهبية؟ لم ترد سما ولا نادر، وقال نادر في حزن: لم آخذها يا أمي، صدقيني. قالت سما: وأنا أيضا لم آخذها. بحث نادر عن قلمه كثيرا ولم يجده، أخذ يبكي ويبكي ويبكي، وقالت الأم: ترى أين تذهب هذه الأشياء؟ لم يشك أحد منهم في سما إطلاقا. كانت سما فرحة، لقد استطاعت أخذ هذه الأشياء بالكذب. إنها تحب الحصول على أشياء الآخرين. خلعت سما الثوب وذهبت لتنام. عندما استيقظت سما لم تجد الثوب، وبكت كثيرا جدا، فأخذتها أمها وذهبت إلى المحل، فإذا بالثوب معلق في واجهة المحل، وقالت سما في بكاء: سأعترف لك يا أمي بماذا فعلت، سأعترف لك ماذا قمت، وما الأمور السيئة التي قمت بها في الفترات السابقة، سأعترف بكل شيء، سامحيني يا أمي، سامحيني. إذن ما رأيك يا أرنوبي؟ قد اعترفت سما بأخطائها جميعا. إذن ما هي الدروس المستفادة من هذه القصة؟ أولا، الكذب شيء ضار جدا، علينا أن نبتعد عنه. لا تأخذ أشياء الآخرين بدون إذنهم. الصدق صفة يجب أن نتحلى بها جميعا، وهو ينجينا من كل الأمور التي قد نتعرض لها. ومن طاعة الوالدين ألا نكذب عليهما أبدا.
إلى اللقاء يا أصدقاء، وقصة جديدة مع الثوب الأزرق. صحيح يا أرنوبي؟ في انتظاركم، ولكن أريد أن أقرأ تعليقاتكم على القصص الفائتة وعلى هذه القصة أيضا. في رعاية الله وأمنه.